أهلا بيكم في نشرة جديدة من نشرة أخبارنا العقارية، وهنا بنقدم لكم آخر الأخبار اللي حصلت في مجال العقارات على مدار الأسبوع اللي فات. شركة الكزار بتطرح مشروعها الجديد ذا سي في منطقة راس الحكمة على مساحة 114 فدان وباستثمارات تصل إلى 30 مليار جنيه. أعلنت الدولة عن إقامة مقر جديد للمكاتب التابعة لهيئة الأمم المتحدة في العاصمة الإدارية الجديدة. وزارة الإسكان أعلنت عن طرح 11,000 فدان في مدينة 6 أكتوبر للمستثمرين الخليجيين والمحليين. ولأول مرة شركة إيجي جاب بتطرح سيرفيسد أبارتمنتس في مشروعها مسايا في الساحل الشمالي بالشراكة مع مجموعة فنادق يو هوتيلز. وأعلنت الحكومة عن تشغيل أنظمة الطاقة الشمسية في جميع المباني الحكومية في العاصمة الإدارية. وأخيراً تم طرح مشروع جديد في مدينة العلمين بالتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة مدن، وهو مشروع العلمين لاجونز، ويوجد مباشرة أمام أبراج العلمين بأسعار تبدأ من 2,900,000. وبكده تكون خلصت نشرة أخبارنا العقارية، واستنونا الأسبوع اللي جاي في نشرة جديدة.